يا مساء الفل يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اهلا بيكم في قناة ترندات نونا. النهاردة من شوية الأستاذ حمدي نزل الجزء التاني بتاع المقلب بتاع الفيديو اللي هو كان ساب مراته وعياله في الجزيرة. فوجئنا بوفاء ان هي راحت اتصرفت، طبعا ما شاء الله دماغها يعني اشتغلت، وجرت هي والولاد وراحوا شافوا اتوبيس نهري اللي هو زي الاتوبيس النهري كده اللي عندنا في مصر، وراحت قطع تذاكر وقالت هركب وهقلب المقلب على حمدي. يعني هعمل انا بقى في المقلب. هو مش سابنا في الجزيرة، قفلت التليفونات وخدت بعضها ركبت الاتوبيس ده ووصلها للمحطة اللي هي عايزاها، ونزلت جابت غدا لولادها، وفي نفس الوقت خدت بعضها وراحت دورت، قالت انا مش هينفع في فندق عشان الفنادق هتبقى انا في اوضة وهم في اوضة. فراحت أجرت المفروض بيت اللي هو دوت فيلا كده على الجبل على البحر. ممكن يكون طبعا يعني باتفاق مع حمدي، لان انا شايفة المكان اللي هم المنظر اللي هو بيبص عليه في قرب شوية من المنظر اللي هو البحر اللي هم في بيتهم، اللي احنا بنبص عليه من بيتهم يعني لما بيعملوا الفيديوهات. بس ما علينا، يعني هم بيعملوا فيديوهات بصراحة انا ضحكت اخر الفيديو ضحك غير طبيعي. المهم، فراحت طبعا حمدي راحت فاتحه التليفونات، يا حمدي ابنك بلال رجليه اتكسرت واحنا في المستشفى، وبعت لنا 20,000 ليرة. راح بعتها لها وقال لها بعتيلي اللوكيشن. المهم بعت الفلوس، نزلت اشترت مايوهات وهدوم طبعا عشان هي بتقول باتت في نفس الهدوم ديت، وجابت كفتة وطرب وشوت، ونزلوا البسين وتفسحوا، وتاني يوم عملت فخدة وكل ده، والحاج حمدي عمال بيتصل بيها ويقول لها بعتيلي اللوكيشن، تصوت وتصرخ وتقول له انا مش قاعده لك تاني في تركيا، انا هسيبك وهروح مصر، انت راجل غدار، انت راجل ما يتأمنلكش، انت وانت وانت بقى. قال لها حقك عليا، وارجعي وهعمل لك اللي انت عايزاه، ارجعي وهعمل لك مفاجأة لا تخطر على البال ولا على الخاطر. قالت له لا. المهم طبعا باتوا بالليل وعمالين بقى طبعا شغالين ما شاء الله، اذا كان اكل وحلويات وعيشة. وفي الاخر راحت قالت انا هطلب منه 10,000 ليرة تانيين علشان انزل اشتري ذهب. تفكير كل ست مصرية اصيلة. قالت هشيل ذهب وهخش عليه بالذهب واشوف رد فعله هيعمل ايه لما يلاقيني داخله عليه بالذهب ومش عارف ايه، وان انت ايه، ولا كأن في اي مشكلة. فطبعا راحت اشترت كوليه كبير كده، وقالت ايه الفلوس ما قضتش، لما اروح ابقى اشوف رد فعله واشوفه هيعمل ايه، وانت يا بلال خش تنطط لابوك في الشقة برجليك، لان انا قلت له ان انت عملت عملية كده. سحبت منه 30,000 ليرة. راحت وفاء روحت البيت، لقت الارض مفروشة ورد والزينة على البيت، ودخلت جوه لقت الورد مالي البيت والشموع مالي البيت، وإذ فجأة سمعت زفة تركي. طلعت لقت مين؟ لقيت الحاج حمدي جايب عروسة تركية وفرحان قوي وبنشكح كده، وبقه مفتوح من الحتة دي للحتة دي، من الودن دي للودن دي، فرحة مليها أول من آخر. طبعا الفيديو انتهى على صويت وصريخ. وفاء طبعا انتوا بتشوقونا اكتر، احنا منتظرين. بصوا الضحك عامل ازاي، ليلتك سودا يا حمدي. هنستنى الجزء الثالث. بجد ضحكتوني، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوا الناس كده وبتضحكوهم. نستنى الجزء الثالث، ما تنسوش اللايك، واشوفكم الفيديو الجاي.